مساء الخير يا جماعة، أنا رينا. النهاردة أنا معايا مكتب للإيجار في أحسن كومباوند موجود في التجمع. أول مرة تشوف القناة ما تنساش سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنتكلم عن المكتب وبعدين هنقول ازاي نقدر نوصل للسعر. احنا معانا المكتب حوالي 194 متر، تشطيب تحفة طبعا. بصوا قد ايه التشطيب حلو. شايفين ده باب ما كانش باين ان هو باب. بصوا بقى الباب ده بتدخلوا تلاقوا الكاتشن موجود، وفي ترابيزات هاي تيبل كده علشان لو حد عايز ياكل حاجه من الموظفين ما يكونش فيه ريحه اكل بره. قد ايه نظام المكتب ده عاجبني. يعني بصوا هنتنقل لبارتيشن تاني تلاقوا بقى الحوض وادوات التخزين. عاجبني قوي ان المكتب يعني حتى الكلاينت اللي داخل مش عارف فين التويليت، مش عارف، مش كاشف الموظفين اللي هم بيتغدوا بيفطروا. لو في اوفيس بوي يبقى قاعد في مكانه مش مختلط بالموظفين عشان ما يعطلهمش. عارفين بيحبوا يروقوا قوي. عندنا 3 حمام. اول واحد ده اللي عدى كان حمام، اعتقد المانجر يعني ممكن يقفله. وفي بقى 2 حمام، واحد ممكن يبقى حريمي التاني رجالي عشان الاختلاط والجو ده. طيب احنا هنطلع دلوقتي من الباب. بصوا بقى عندي ادي غرفة، عدوا معايا. عجبني قوي في المكتب الخشب، انا عاشقة للخشب لان هو جاي من الوان الطبيعة. ادي الغرفة التانية، وعجبني ان هو متقسم كله بازاز سكوريت، فسهل ان انت كل ده تشيله وتعمله اوبن سبيس. دي تالت غرفة معانا. الاضاءات طبعا جميلة. ودي رابع غرفة معانا. فلما عملوا التويليت التالت ده للمانجر عملوا في الغرفة دي ستورج اللي هي غرفة المانجر، وده افضل طبعا. يعني انا شايفة كده بصراحة، حط فيها بقى اوراق وحاجته والحاجات المهمة وهكذا. يعني احلى حاجه يا جماعه في المكاتب ان القيمه الايجاريه بتاعتها بتكون عاليه، فالاستثمار فيها حلو قوي. المهم تعرف تختار. بصوا عندي كمان ميتنج روم، والميتنج روم برضو فيها ستورج، وده مهم عشان لو الموظفين حابين يشيلوا حاجه او عندهم بعض الاوراق اللي عاوزين يخزنوها، او مثلا حاجه للطباعه، مش عارفه ايه الكلام ده كله. يعني بصوا هي شكلها ورك ستيشن بس هي تمشي برضو ميتنج روم علشان حجمها. انا كان يهمني قوي حجم الترابيزه ده يبقى كبير، فاللي عايز يعملها ورك ستيشن ماشي، اللي عايز يخليها ميتنج روم ماشي. الفيديو ده اتصور علشان ده الاستورج بس، ده اهم حاجه علشان اعرف الناس. الاستثمار يا جماعه في الاداري مهم جدا، اهم من السكني على قد فلوسك. يعني اهم لو على قد فلوسك. ده رأيي انا. يعني هو ترابل القيمة الإيجارية ما شاء الله. يعني ربنا يبارك لكل الناس. احنا كده رجعنا تاني طبعا للاستقبال. خلي بالكم بصوا شايفين الدواليب اللي على اليمين وفي واحد زيه على الشمال ناحية التويليت. طيب احنا كده شفنا المكان. اللي عايز يعرف القيمة الإيجارية 3 حاجات أو 4. يعني عندنا أكتر من طريقة. أسكرين على 0313436237. على نفس الرقم ممكن يبعت واتساب. في الديسكريبشن هسيب يعني لينك الويب سايت، وعندنا فيسبوك، عندنا انستجرام، عندنا كل الحاجات. فموضوع السعر ده ما بقاش هو الإعاقة يعني بالنسبة لنا. طيب اللي مش عايز يعرف السعر لكن عاوز يستثمر، يا جماعة من فضلكم ما تختاروش اي مكاتب وخلاص. ما تروحوش تجروا ورا الداون بيمنت قليل، ده اي ايس ب10,000 جنيه. ده كلام فارغ. مش اي حد بيعرف يعمل مباني ادارية، مش اي حد بيعرف يعمل مكاتب، مش اي حد بيقدر يعمل صيانة للمبنى ويلزم المالك ببعض البروسيس علشان يفضل محافظ على المكان والكوميونيتي بتاع المكان. وده مهم جدا في البيزنس، مهم جدا 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 في البيزنس. الشركات اللي حضرتك بتختارها عشان تأجر معاها. فيعني من فضلكم الناس كتير قوي بتتدبس في مكاتب وعايزين يعملوا اعاده ريسيل ما بيعرفوش.
يعني ونصيحة مش لازم تكون معرينة، يعني لما تيجوا تشتروا مكاتب انا رأيي ابعد عن المطور العقاري في الاستشارات، خليك دايما مع البروكر، لان البروكر هو اللي بيعمل اعادة بيع، البروكر هو اللي بيأجر، البروكر هو عنده مليون شركة هيقول لك انهي احسن، مش فارق معاه انت تاخد من انهي مطور يعني، بس هو فارق معاه ان هو يديك نصيحة صح. ده طبعا لو ربنا وفقك وعرفت حد شاطر وعرفت حد يعني ما يهموش مصلحته قد مصلحة الكلاينت، وده لازم يبقى بعد ثقة وبعد وقت طويل. طيب يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم شير كتير بقى و ريكومنديشنز كتير، وان شاء الله اشوفكم قريب. باي باي. ايش هو الاعاقه يعني بالنسبه لنا؟ طيب اللي مش عايز يعرف السعر لكن عاوز يستثمر، يا جماعة من فضلكم ما تختاروش أي مكاتب وخلاص، ما تروحوش تجروا ورا الداون بيمنت قليل، ده اي او ايس ب10,000 جنيه، ده كلام فارغ. مش أي حد بيعرف يعمل مباني إدارية، مش أي حد بيعرف يعمل مكاتب، مش أي حد بيقدر يعمل صيانة للمبنى ويلزم المالك ببعض البروسيس علشان يفضل محافظ على المكان والكوميونيتي بتاع المكان. وده مهم جدا في البيزنس، مهم جدا 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 في البيزنس، الشركات اللي حضرتك بتختارها عشان تأجر معاها. فيعني من فضلكم، الناس كتير قوي بتتدبس في مكاتب وعايزين يعملوا اعاده ريسيل ما بيعرفوش يعني. ونصيحه مش لازم تكون معرينه، يعني لما تيجوا تشتروا مكاتب انا رايي ابعد عن المطور العقاري في الاستشارات، خليك دايما مع البروكر، لان البروكر هو اللي بيعمل اعاده بيع، البروكر هو اللي بيأجر، البروكر هو عنده مليون شركه هيقول لك انهي احسن، مش فارق معاه انت تاخد من انهي مطور يعني، بس هو فارق معاه ان هو يديك نصيحة صح. ده طبعا لو ربنا وفقك وعرفت حد شاطر وعرفت حد يعني ما يهموش مصلحته قد مصلحة الكلاينت، وده لازم يبقى بعد ثقة وبعد وقت طويل. طيب يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم شير كتير بقى و ريكومنديشنز كتير، وان شاء الله اشوفكم قريب. باي باي. اختارها عشان تأجر معاها. فيعني من فضلكم، الناس كتير قوي بتتدبس في مكاتب وعايزين يعملوا اعاده ريسيل ما بيعرفوش يعني. ونصيحه مش لازم تكون معرينه، يعني لما تيجوا تشتروا مكاتب انا رايي ابعد عن المطور العقاري في الاستشارات، خليك دايما مع البروكر، لان البروكر هو اللي بيعمل اعاده بيع، البروكر هو اللي بيأجر، البروكر هو عنده مليون شركه هيقول لك انهي احسن، مش فارق معاه انت تاخد من انهي مطور يعني، بس هو فارق معاه ان هو يديك نصيحة صح. ده طبعا لو ربنا وفقك وعرفت حد شاطر وعرفت حد يعني ما يهموش مصلحته قد مصلحة الكلاينت، وده لازم يبقى بعد ثقة وبعد وقت طويل. طيب يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم شير كتير بقى و ريكومنديشنز كتير، وان شاء الله اشوفكم قريب. باي باي.